أطاح مستخدمي وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال بشبكة مختصة في سرقة المركبات يمتد نشاطها إلى خارج حدود ولاية عنابة، متورطة في عدة قضايا سرقات مركبات داخل وخارج الولاية. العملية جاءت بناء على اتصال هاتفي من طرف مواطن تعرض لسرقة مركبته. على الفور تدخل مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن مصفى بن عودة رفقة فرقة الأمن والاتحاد للدرك الوطني بوادي العنب، أين تم استرجاع المركبة المسروقة وتوقيف مشتبه فيهما بعد تمشيط المكان في ظرف زمني قياسي لا يتعدى نصف ساعة. بعد فتح التحقيق ومباشرة سلسلة تحريات تبين بأن القضية تتعلق بنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات، يقوم أفرادها بتقسيم الأدوار ابتداء بمعاينة وتحديد أماكن السرقة، تأمين الطريق هروبا من مراقبة المصالح الأمنية، توفير المفاتيح وكذا ذاكرات إلكترونية لتشغيل المركبات وتحويلها إلى ولايات مجاورة لإعادة بيعها. أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، استرجاع المركبة محل السرقة وكذا المركبة المستعملة في عدة سرقات، حجز ذاكرة إلكترونية مستعملة في تشغيل محركات المركبات وسرقتها. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية من أجل جناية تكوين جميع الأشرار لغرض إعداد ارتكاب جناية السرقة، فيما لا يزال مشتبه فيهما تم تحديد هويتهما في حالة فرار.